بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز ايكوك يونيو اير 4 شهور. الباب ما بيقفلش كويس، الباب بيقفل وبيرد، الباب بيقفل ويرد تاني كده. السوست كده السوست اهو يونيو اير ايكوك 4 شهور. وفي سوست كتير او مفصلات كتير نفس النوع دوت بتركب على يونيفرسا، وبيركب على ممكن يركب على كرياز الحديث حسب السوستة اللي بتطلعها. بس هي الفكرة واحدة اللي هي السوست ديت اللي هي بدون ذراع، اللي هي سوست الحديثة. في تيلة او مساعد او دراع كده صغير بنرفعه لفوق كده هوت. احيانا بيبقى ماسك جامد، بنجيب مفك وبنرفعه من تحت كده هوت، مفك او شوكة رفيعة. ده اللي بيساعدك انك تحل السوستة بدون عافية ولا جهد ولا اي حاجة. هو اسمه مساعد عشان يساعدك انك تحل الباب بكل سهولة. ادين عملت العلاقة كده وبقى كأني بقفل الباب وبرفعه لفوق، بس انا اسف يعني على التصوير، لان انا بصور بايد وشغال بايد في نفس الوقت، معيش حد يصور، فانا بصور بنفسي وبشتغل بنفسي برضه. اهو مجرد ما بترفع الباب لفوق وانت قافل كده اهو بيطلع معاك المفصله على طول. طبعا هنا المسامير دي طبعا بقالها اكتر من 10 سنين محلتش اهي. فهو مسمار جامد عشان ماسك في الصاج بتاع الباب، فانا بجيب مفك كده وبنزل من تحتيه، بحاول ان انا احله من الصاج. يعني ايه زي كده بضيع الزنقه بتاعت المسمار على الصاج، وممكن انفذه لتحت. المهم المسمار يطلع باليد سليم، وبعد كده احل المسمار بره في اليد كده بعيد عن الازاز واحده واحده اهوت. بحاول ان انا اوسع خرم المسمار اهو. فانا كده ضيعت عزم المسمار، عزم رباط المسمار كده انا ضيعته يعتبر. هحله بايديا بعد كده. في اللي يحل بايديا اهو، هو الحمد لله حل بايديا. وفي اللي بيحل ايه بمفك رفيع برضو ايه يجيب معايا اهو. طالما ضيعت الزنقه بتاعت المسمار على الصاج هيتحل بايديا على طول. لان المخ الصليبه ده صدى وقفل على بعض، لانه بقاله 10 سنين طبعا ما اتحلش خالص. فاكيد هتلاقي مخ الصليبه ده باظ قفل. ادي المسمار حليته اهو، وهنحل التاني برضو. لازم طالما هتغير مفصلات يبقى هتخلع الازاز، طالما الازاز مخروم وفيه يد، عشان الازاز ما يجروش حاجه لازم يتخلع الازاز. ادي اليد اهي خلعتها اهي. طبعا اليد طبعا ماسكه الازاز، ماسك في الباب الصاج. فانا بجيب سكينه معجون كده ايه اهي، او سكينه مطبخ او معلقه او اي حاجه اما احطها ورا الازاز كده ايه، احرك بس الازاز واحده واحده. ومن تحت برضو الحته اللي استلس كده اعمل لها زي فراغ الهواء يخش فيه، يطلع معايا الازاز على طول اهو. هو اللي ماسك الازاز اليد بس بالمسمار اللي انا حلته. دول اللي بيتحط بين الازاز وما بين الباب اهو، عشان ما تيجي تربط المسمار بيربط لاخره عشان ما تقرص على الازاز. فربط اللي لم البوش خلاص. ادي المفصله او السوست ب3 مسامير، مسمار فوق و2 تحت. اسمها سوست بودنين، اسمها سوست بودنين من تحت اهي. بس لازم تاخد القديمه معاك اهو. واللي ما المسمار الجامد بفقره بالشنيور. المسمار الجامد القفش غالبا هتلاقيه جامد يعني. اجيب السوست الجديده احطها جنب القديمه اهو، نفس الخرام بالظبط ونفس المقاس اهو، وبركب على نفس المسامير من غير اي تعديل ولا اي حاجه. المسمار الحلو هنركبه والباقي بنغيره. ودايما يكون معاك مسامير من كل نوع للمفصلات. هو غالبا بيبقى المسمار دوت 6 مللي
على جميع السوست بيبقى المسامير 6 مللي. المقاس بقى والطول اهم حاجة. المسمار اللي فوق دوت لازم يكون قصير زي اللي انت خلقه بالظبط، لكن اللي ورا لو جه طويل شوية مش مشكلة هينزل تحت، لكن ده لو طويل بينزل ممكن يصد في السوستة. فدايما اللي قدام اللي هو لوحده ده اللي انا بربطه لازم يكون قصير، يعني تركب زي القديم بالظبط، اللي القديم سليم ركبه. دايما برضو معاك مسامير طويلة لليد اهي. مش هسيب طبعا البوتاجاز وهنزل ادور على مسامير وبتاع، لا انا ببقى جايب مسامير وعامل حسابي في كل حاجة. ادي مسمارين طوال اهو. ادي رميت المسامير القديمة، المسامير الجديدة هي. طبعا بجيب وردتين لان الخرام طبعا وسعت، فانا حاطط الباب على الارض كده وبدخل المسامير من تحت وبركب فيها الحتتين الفبر دول اهو. دي اللي بيقعد عليها الازاز. بركب الازاز وبقلبه اهو، ركب الازاز اهو بقلبه وبربط المسمارين في اليد اهو كده تمام. نفس هو طوال شويه المسامير عشان طبعا انا حطيت ورده وعلو ان هو بيبقى غارس تحت، المخ الطاسه ده بيبقى غارس تحت، فانا حطيت له وردتين فهو طويل سنه صغيره يعني عشان يربط معايا كويس اه كده. انا ربطت اهو. فهي السوست اصلا بتيجي مساعد راكب جاهز، فهو لو مش جاهز بنعمله كده انا بحته ماسوره صغيره وافرد المساعد وبعد كده اركبه اهو. هو هيروح في مكانه على طول، يعني السوستة عارفه مكانها، السوستة عارفه مكانها اهو. الجزء اللي في البوتاجاز ده بقى لو سليم سيبه، يعني قليل اول ما بيبوظ ده ما بيبوظ اصلك، هو عباره بس عن حته صاجه كده ايه محمله جوه بتعشق فيها السوستة اهو. قفلت الباب اهو ونزلت المساعد بيقفل لوحده اهو. بسم الله ما شاء الله اهو اهو كده تمام اهو. بسم الله ما شاء الله. يخطف مني ولا يخطف مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.